معلش ده انا والله العظيم محتاجهم. لا انا عارفه هنجيبهم. يا محمد، انا عارفه ده انت كلك رجوله. خد يا حبيبي اهم. والله العظيم بص دول 5000 جنيه بس، بالله عليك هاني ما يعرفش لانهم من فلوس هاني. والله العظيم ما هيعرف خالص. ماشي. محمد تعالى يا حاج هاني. تعالى هاني تعالى. ازيك يا حمو، عامل ايه؟ الحمد لله. بص انا عامل ايه؟ الحمد لله. هنستأذن انا ده عشان طب خليك قاعد شويه. لا عشان ورايا طب اجي اتغدى معانا يا عم. الله يخليك يا حاج هاني. يلا سلام عليكم. خلي بالك على نفسك، سلمني على ماما. يوصل. ايه عامل ايه؟ الحمد لله. ما حطيتش غدا لمحمد ليه؟ ايه؟ ما حطيتش غدا لمحمد ليه؟ ما هو مستعجل يا هاني. هو كان عايز ايه محمد؟ لا ما كانش عايز حاجه، ده كان جاي يشوفني. انت عارف ان هو بيحب اخته قوي، بيحب يجي يقعد معاها. يشوفك بس يعني؟ في حاجه يا هاني ولا ايه؟ عايزني افهمك على حاجه. ده صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. الحياه لو بدات بينا بالكذب والغش مش هنكمله. اخوكي هو اخويا، ما كناش نشيل بعض. انتي تخاف على اهلي وانا اخاف على اهلك، وكل حاجه تكون واضحه، مفيش حاجه تكون في السر. انا سمعت كل حاجه بينك وبين اخوكي. والله انا مسامحك، مش عايزه تتكلمي، مش عايزه تتكلمي، بس نحب بس نوضح لك ان احنا نكونوا مش نسايب بس، اخوات. يعني لما يكون اخوك عايز حاجه يا ريت يطلبها مني انا مش منك انت، واحنا نكون سند لبعض. يعني انت مش زعلان مني عشان خاطر لا انا مش اديك زعلان، الفلوس؟ مش زعلان، بس انا ما كنتش مستنظر منك الكلمه انك تقولي له ايه مش عايز هاني يعرف. يا هاني ما انا خايفه يا هاني، وانت في الاخر ممكن تيجي تقول لي فلوسي. بس انا والله العظيم محمد مش بيستغل. محمد ولد كويس جدا. انا عارف ده عشان التعليم والكلام من ده، وانا عارفه ان هم هيرجعهم في اقرب وقت، وانت عارف ان هو بيصرف على نفسه. بس برضه انا زعلان منك عشان ما حطيتيش الغدا لاخوكي. ما هو مرضاش والله يا هاني. ازاي يعني اخوك يجي هنا وما تحطلوش الغدا؟ ماشي يا هاني. يعني انا اخويا وامي وابويا جم هنا مش هتعزمي عليهم؟ لا طبعا عازم ايه، ده بيتهم. خلاص يا هاني بقى حقك عليا. احنا واحد يا دعاء. اكيد. اهلي واهلك ناس واحده، عزوه. كل اتنين بيدخلوا في حياة بعض ادوارهم بتتبدل. الراجل بيبقى عند اهل الست هو السند، والست بتبقى عند اهل الراجل هي الست اللي بتحافظ على البيت وعلى العيشة وبتكبر، ما بتفرقش. حاولوا تبدلوا ادواركم شوية وبلاش الانانية. بلاش الراجل يبقى اهم حاجة عنده اهله واهلها مش مهم، والست نفس الكلام. بلاش اهلك هم اللي اهم حاجة والناس الطيبة والخلقين والكويسين، ودايما اهل الاب هم اللي بيبقوا وحشين، او اهل الزوج هم اللي وحشين. حاولوا على قد ما تقدروا تزرعوا الحاجة في اطفالكم من بدايتها، ان المحبة في الاتنين واحد. يا راجل انت سند لمراتك، مش مراتك بس، مراتك واللي وراها. ويا ست انت لازم تكوني خلوقة مع الراجل وفي ظهره مجرد ما تدخلي حياته. وبعدين تكبري الراجل اللي معاكي، يعني ما تديش حاجة لأهلك من ورا علم جوزك، لأن هو من خير جوزك. لازم تشاركيه، تقولي له مثلا أخويا عاوز مني كذا، نديله ولا ما نديلهوش. هو مش هيقول لك لأ، لو أنت قلتي له كده مش هيقول لك لأ. السلام عليكم.